السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. غبت عنكم كتير بس معلش هعوضكم فيديوهات حلوة قوي. النهاردة هنعمل بيتزا حلوة قوي وسريعة وسهلة بعد العيد. الواحد مش قادر يطبخ. فالنهاردة هعمل معاكم بقى بيتزا خفيفة كده وسهلة. آه معايا هنا دقيق وخميرة وشوية لبن صغيرين هنضيفهم للعجين وزيت ورشة ملح ورشة سكر. دلوقتي حطيت معلقة خميرة في شوية مية دافيين عشان اشوف الخميرة شغالة ولا لا. جبت بقى هنا في بولة وحطيت 3 كوبايات دقيق وبقين كده لبن والخميرة. بعد ما اختبرتها وطلعت كويسة. هنحط بقى آه 3 معالق زيت كبار على العجينة اللي عندي. 3 كوبايات دقيق تلات معالق زيت كبار ومعلقة خميرة ورشة ملح ورشة سكر زي ما انتوا شايفين. وهتعجبكم جدا جدا. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم قوي. بس فهقلب بقى كل المكونات اللي عندي وهفضل اعجن بقى فيها شوية حلوين كده لحد ما تكونش بتلزق، تكون بتلزق بس مش قوي. جربوها الطريقة ديت بتخلي العجينة طرية جدا وحلوة وزي المحلات ويمكن احلى كمان وانضف واوفر. دي امكانيات موجودة طبعا في كل بيت يعني. والحشو انت بتعمليها باي حشوة عندك في البيت متوفر عندك واللي بتحبوه. دلوقتي بقى هعجن بمية دافية وهفضل اعجن فيها بقى شوية حلوين كده لحد ما تلم معايا. هي لمت بسرعة ودي اسهل طريقة انا جربتها وعجبتني. ولو مش عايزين تحطوا لبن عادي، انا جربتها قبل كده من غير لبن وطلعت حلوة. دلوقتي هي لمت معايا بس انا حطيت لها معلقة دقيق عشان كانت بتلزق قوي. ما تنسوش بقى اللي وصل معايا لهنا تعملوا لي لايك واشتراك وكومنت حلوة منكم تشجعوني وتدعموني. دلوقتي كده بقول لكم ان البيتزا لمت معايا. بضغط عليها بتطلع تاني وطرية جدا، اصلا طرية وانا بعجنها. انا كده خلصتها خلاص. هسيبها بقى شوية في كيسة. هحط عليها كيسة واحطها في مكان دافي. بص عايزه اقول لكم طريه جدا وقطنيه وحلوه جدا هتعجبكم قوي. جربوها وان شاء الله هتعجبكم بالطريقه ديت. بصوا بتمط معايا ازاي. بس كده هسيبها بقى شويه عقبال ما احضر الحشوه عندي اللي هحشي بيها البيتزا. انا دلوقتي العجينه خمرت معايا فجبت صينيه وهبدا افردها. وحاولوا تبقى خفيفه كده افردوها لحد ما تبقاش سمكها كبير. سمكها بيبقى قليل شويه. والحشو طبعا زي ما انتوا عايزين. انا دلوقتي ببدأ اخرمها بس بالشوكة كده علشان ما تنفش معايا في الفرن لما تدخل. هجيب هنا معلقة صلصة وهدهنها كده في الصينية. والحشو زي ما انتوا عايزين، اي حشو عندكم متوفر عندكم اللي تحبوه احشوا بالبيتزا. بس هنا قطعت فلفل اخضر وقطعت سوسيس وزيت زيتون شرايح
وطبعا الجبنة الموتزاريلا. وطلعت حلوة قوي. و... وقولوا لي عايزين طرق ايه تاني وانا اعمل لكم. انا دلوقتي بحط الزيتون. عايزه اقول لكم ان انا مسخنه الفرن وانا شغاله. ما بتقعدش كتير يا بنات في الفرن، بتقعد لازم تبقى عينك عليها عشان هي بتخلص بسرعه. ما بتقعدش كتير، ما تطوليش عليها الفرن على درجه حراره 180. هي قعدت معايا ربع ساعه. وانا بحب اشغل على الشوايه. لو الفرن بتاعك بيوزع الحراره وبيخليها وشها حلو، خلاص ما تشغليش الشوايه. انا عندي بضطر اشغل الشوايه. كده بحط بقى الجبنه الموتزاريلا وهدخلها معايا الفرن. طلعت حلوه قوي 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 يا بنات، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. استنوني في وصفات تانية كتير. باي باي.